السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الاكستراكشن وبالاخص الفورسبس، انواع الفورسبس المختلفه وازاي بستخدمها، وكل فورسبس بتستخدم لانهي سنه بالظبط. فهتابعوا معانا الفيديو عشان ان شاء الله في معلومات هتفيدكم جدا. اول فورسبس معانا وهو الفورسبس الابر انتيريور. الابر انتيريور بيكون الهاندل بتاعته ستريت زي ما انتم شايفين بالشكل ده، مفيش فيها اي كيرفيتشر، تمام. والبيك بتاعته بتكون يعني مقفوله، او ممكن تلاقي مثلا في انواع تانية مفتوحه سنه بيقول لك ان المقفول ده بيكون عشان الريمينينج روت، لكن المفتوح سنه ده بيكون عشان نخلع بيه الابر انتيريور تيز بقى. دي اول فورسبس معانا. تاني فورسبس معانا وهي الفورسبس الابر بريمولر. الابر بريمولر بتكون الهاندل بتاعته فيها شويه كيرفيتشر بسيط كده، تمام. وبيكون البيك بتاعته مفيش فيها اي بيكس بقى، ولا فيها اي نتوءات ولا اي حاجه، بتكون ناعمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. البيك ناعمه مفيش فيها اي حاجات شارب او كده، تمام. تالت حاجه معانا وهي الفورسبس بتاعت المولرز. طيب هل الرايت زي الليفت في المولر؟ الحقيقه ان الرايت مولر بيبقى له اداه، والليفت مولر بيبقى له اداه تانية بس شبهها برضه. الفكره في ايه؟ الفكره ان بصوا، اول حاجه ان الهاندل الكيرفيتشر بتاعتها زياده شويه عن الفورسبس بتاعت البريمولر، بحيث ان هي تديني اكسسبيليتي، بحيث ان انا اقدر اوصل للابر مولرز، تمام. طيب بالنسبه للبيك بقى، البيك هنلاقي ان في ناحيه فيها مدببه كده، وناحيه تانية سموث، تمام، او زي ما انتم شايفين كده، ناحيه فيها بيك وناحيه سموث، تمام. طيب الناحيه اللي فيها البيك دي عشان تخش في البايفوركيشن، تخش عندي في البايفوركيشن. احنا عارفين ان الابر مولرز بيبقى لهم 3 روتس، 2 بكل وواحد بلاتال، تمام. فالروت الاثنين بكل السيريشن دي هتروح ناحيه البكل، تمام، والسموث دي ناحيه اللينجوال، تمام. ففرق الرايت عن الليفت بكده. يعني لو جينا بصينا للفورسبس الثانيه هنلاقي بص البيك هتلاقي الناحيه الثانيه اهو. بص، بعرفهم بالطريقه دي، ان انا بمسك الفورسبس واشوف السيريشن اللي رايح ناحيه البكل امسكه كده، يعني دي كده مثلا، دي مثلا عندنا دي كده اهي السيريشن ناحيه البكل، امسكه كده، يبقى دي ابر رايت، تمام، وعندي دي ابر ليفت، تمام. طيب عندنا بقى في حاجه مخصوصه للابر 8، تمام. الابر 8 بيبقى له الفورسبس الخاصه بيه، بتبقى عامله الشكل ده عشان تدينا اكسسبيليتي اكتر، بحيث ان انا اقدر اوصل للمنطقه بتاعه الابر 8، تمام، او الويزدم عامه، تمام. طيب ده شكل الفورسبس اهو، احفظوه عشان اسمه جوكي، تمام. نحب نقول عليه جوكي، تمام. بنستخدمه في خلع الابر 8، تمام. طيب عندنا دي الاداه دي اسمها بايلوت، تمام. الاداه دي بنخلع بها الريمينينج روت، يعني الريمينينج روت بالاخص في منطقه البوستيريور اريا. وعندي الاداه دي برضو بستخدمها للريمينينج روت عامه، يعني بشكل عام هي شكلها عامل كده، اخد كيرفيتشر شويه كده، تمام. بستخدمها للريمينينج روت برضو، تمام. بس كده خلصنا الفورسبس الابر. نخش بقى على الفورسبس بتاعت اللور. عندنا في اللور دول اكتر 3 فورسبس بنستخدمهم في اللور. اول واحد معانا هو بتاع اللور انتيريور، تمام. بيكون البيك بتاعته مقفوله بالشكل ده اهو، البيك بتاعته مقفوله عشان اجيب بيه الاسنان اللور انتيريور، تمام. طيب تاني واحد معانا هو اللور بريمولر. اللور بريمولر بيكون مفتوح سنه بس مفيش فيه بيكس او حاجات نتوءات بارزه كده، بحيث ان انا اقدر اخلع بيه اللور بريمولر بسهوله، تمام. تالت حاجه معانا وهو اللور مولر فورسبس، تمام. اللور مولر فورسبس بيكون له بيكس من ناحيتين، بحيث ان هو بص بالشكل ده كده، شايفين السيريشنز والبيكس عامله ازاي. في عندي حاجه مدببه من هنا من عشان تمسك في البكل وفي اللينجوال، في الفوركيشن، تمسك في البايفوركيشن عندي، بحيث ان انا اقدر ان انا اخلع اللور مولر بنجاح، تمام. دي كانت الفورسبس عندنا النهارده. في طبعا فورسبس اللور سيرد مولر، بس هي مش موجوده معانا دلوقتي. بس عامه هي شكلها بتبقى واخده زاويه 90 درجه، عامله زي بتوع الابر كده، بس واخده زاويه 90 درجه، بحيث ان انا اقدر ادخلها اوصل للور سيرد مولر، تمام. دي الفورسبس بتاعتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب في القناه، واهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.